هوس بسيارة جيب منذ الصغر دفع عباس من بلدية بني يجيس بولاية جيجل إلى اختراع هذه السيارة التي تملك كل أجهزة السيارة العادية كالمحرك وعلبة السرعة والمقود وحتى لوحة القيادة. من الصغر نشتي نخدم هكذا، نستخدمهم كنت تاع الكاغط نرسم، ومن بعد كي وليت انا نعرف نسودر جاتني فكره نخدمها بالحديد وندير لها موتور. من وسائل بسيطة وبقايا الصفائح استطاع عباس أن يحقق حلمه القديم، أن يتجول في قريته رأس البور بسيارة من صنع يديه. لي فضل لي من الله سودر نركبوه هنا، كان يعني نشري طولة كاملة ونخدم خير عليها هاي. سيارة لا تخشى الدروب، تتسلق وكأنها صنعت خصيصا لتتكيف مع تضاريس المنطقة. في الواد تمشي في الحجار، خاطرش انا درت لها الروان كبار باش تطلع، ماشي الروده صغيره ما تطلعش فوق الحجار، ملي سعود كبيره تطلع، تمشي في الحجار، تمشي في الواد، تمشي في الغابه، تروح حتى تقدر تروح بها حتى لسام زقيده. هي أول تجربة لهذا الشاب الموهوب، ويبقى الحلم الكبير سيارة بحجم أكبر رباعية الدفع. ماذا بيا نخدم وحده كات تمشي تجبد بربعه خير، كي تعود تجبد بربعه تطلع خير من تجبد بالزوج، الصوارد ما كانش. فما أروع الحلم حين يبتكر سيارة في ورشة حدادة. ترى كم سيكون حجم الحلم عند عباس لو توفر المال والاهتمام.